لكن وبعدين لك بدي نام. انت متخيل حالك كمدريدي بعد ما شفت هالمباراه كيف راح يكون وضعك مكان برشلونه لو انه انت لعبان هالمباراه؟ متوقع انت برشلونه اللي على اساس عنده تكتيك دفاعي، فانت اللي ما عندك شيء الحمد لله، لا دفاع ولا هجوم، كيف راح يكون وضعك انت؟ تخيل. يا ريت لو بحياتي في واحد مثل سيميوني يحفزني يعطيني دافع لقدام، اللي بطالع من ولا شيء معجزات. انا كانت حياتي راح تكون بألف خير بصراحه. تخيل انا للحظه تخيلت لو سيميوني كان مدرب سوريا كيف راح يكون وضعه. تخيل شو راح يطالع من اللعيبه، راح يقعد يحفز اللعيبه ويوصل لهم كلام يخلي اللعيبه تفوت تاكل الاخضر واليابس. شوت شوت، الله اكبر، شوت جول جول. شوف يا استاذ فليك، انا حذرتك من قبل، قلت لك انه اتلتيكو بيحب هيك مباريات، وخاصه سيميوني معلم ومعلم المعلمين بهيك مباريات، وبعيش وبتغذى هيك مباريات. مثل ما ضربنا 5-1 بالذهاب وتغذى علينا ضمن سنتين اضافيات، رجع اليوم ضربك كمان لقلق باربعه واسترد منك خساره 3-1 بالدوري، وامن لاخر حياته ولاحفاد احفاده كمدرب ابدي لاتلتيكو مدريد رح يكون بيتو سيميوني. خلاص يعني. تخيل انت اليوم نجي المباراه بلا منازع، احنا كانوا بصراحه اثنين. الاول هو كان سيميوني اللي ركض اكثر واحد في الملعب هالمباراه على كل هجمه على كل جول، كان عم يركض من اول ملعب لاخر ملعب، بوصل لاخر ملعب برجع بتذكر حاله انه المدرب برجع لمحله، ما بتعرف على شو كان عم يركض. اما النجم الثاني فهو بصراحه كان مدحت شلبي، يعني معلق اللي عايف المباراه كلها لحالها على الطرف، النكت والكلام اللي كان يشرفوا على الفريقين، يعني شيء ثاني لحاله، كان عالم ثاني الزلمه، عاش ايامه مسلطن. اتركني، حل عني بقى، حل عني بقى، اتركني ان شاء الله يا واطي، اتركني. وكانه اليوم فليك نسي يجيب معه السيستم او تركه بالبيت اصلا، ما بعرف يعني. قال لك اليوم مباراه ما محرزه بصراحه، اتلتيكو بالونه منفوخه على الفاضي، بس الصراحه لا، اتلتيكو جاي بشكل جديد وداخل بشكل جديد الموسم بعد ما جاب لوكمان كمان. اداؤه كان واضح ومؤثر على الفريق ككل، محرك المنظومه كلها كمان اليوم، اضافه لالفاريز اللي كان موجود وكريزمان اللي مصحصح. فقال لك معلم فليك، يعني كانك انت سلسله مباريات كويسه عملتها وقدمت فيها كثير شغلات كويسه، وبتيجي اليوم على اهم مباراه وبتضيع السيستم وبتنسى، مثل كانك ختمت المنهاج مره ومرتين وثلاثه وبتنسى يوم الفحص انت لازم تقدم فحص. وضع فريق المخالب يا شباب ما بيصير لا عدو ولا صديق، وشويه تانية صار لازم نسمي حالنا فريق الصيصان مو فريق المخالب. لا، وكريزمان بالتحديد كان عامل فيها ال11 اللي بده ياخذ تارو من حاره الضبر، قاعد على كل هجمه على كل جول عم بسجله بيقعد ويطلع هيك وبصيح على الجماهير وبروح بيحتفل وبينبسط. اما مع الفاريز فكل هجمه جماهير برشلونه عم يقول امتى نحن حناخذ هذا المهاجم ونضمه لفريقنا، لانه واضح في فرق كبير بين اللي بنسميه مهاجمين عن برشلونه حاليا والفاريز. تخيل هلا الفاريز يكون بمنظومه برشلونه شو ممكن يساوي، شو ممكن يعمل شغلات عجبه، وما في وصف بنحكى الا كان بصراحه يعني خلصونا على الاخر، نهوا النهي. يعني في الشوط الاول اتلتيكو مدريد كان كل اماله يطلع فايز 1-2-0، هي مسافه التحدي عنه، لا حاله لا، الامور ما شاء الله يعني، طريق مفتوح واستراد وارض طيبه ودعاس يا معلم كويله. وكوالا اتلتيكو بصراحه كان ممكن يخلص هذا الشوط الاول لحاله، يخلصوا 6-7-0 مرتاح، مع الرحمه طلعوا ب 4-0 بعد ما ضيع اتلتيكو هدفين وثلاثه بكل اريحيه. برشلونه كان غايب، لا دفاع ولا هجوم، وما موجود حتى تبديل فليك بالدقيقه 37 تقريبا، بتقول لك انه يعني في اخطاء كثيره وما عرفان فليك كيف بده يستوعبها، بما انه طالع خط وسط ونزل مهاجم بالدقيقه 36 37، بدلك على ضياع صار فيه فليك، نادرا ما نشوف احنا فليك هالضياع. كل العالم تعرف انه الرعيان دهكوك قتلي قياما وقعودا. ثانيا، كل الناس بتعرف انه ابن ابو بعجور زقعك كف قدح لك طبلة بينتك. لو فكر انه برشلونه تحسن بالشوط الثاني فبقول لك لا، برشلونه ما تحسن، بس اتلتيكو هو اللي خلص اموره من المباراه 4-0 مرتاحه. انا اذا بطلع 4-0 4-1 من المباراه، فالاياب قد ما حاول برشلونه انه يضغط علي ويعمل علي هجمات خطوره ما راح يقدر يخسرني 4 ثاني، لانه وقت راح تلاقي فريق بقمه الغلاظه بقمه السهاله عم يدافع وعم يلعب معك باسلوب ما حدا بيقدر يتحمل، ولا في ولا فريق ولا 11 لاعب حيقدروا يتحملوا كميه السخافه اللي حيلعبوا فيها اتلتيكو بالاياب. لهيك اتلتيكو مدريد قال لك انا بلعب شوط واحد من 4 اشواط وخلص، خلصانه معلم، خذ 3 اشواط بارده ومنتهيه. واعتقد انه مدافع اتلتيكو ريجيرو اليوم قضى على يامال بهالمباراه تماما،
ولو في اي حدا بيقدر يكون قد نص يامال بالطبيعي عند فليك بالاحتياط فراح ينزله اكيد بالبدله، وما راح يعيف يامال الملعب، بس لانه ما كان في بديل ابدا فكان عايف يامال الملعب يحاول يعمل اي شيء كان يمكن يطلع معه. امبارح ما شفناك، وين كنت؟ لو برشلونه معترضين انه كان في مي بارضيه الملعب، يعني طرفكم كان في مي وطرف اتلتيكو ما كان في مي، يعني طيب كان في مي طرفكم الشوط الثاني ليش ما عملتوا شيء؟ خلاص يا اخي اعتبروها نزل مطر، يعني شو حتعملوا يعني خفافاتكم كان فيها بسامير قصار، خفافات اتلتيكو كان فيها بسامير طوال، هي بس واحد ما يقعد يتحجج، يعني شغلات حجج شافي القديمه خلاص نسوها، ما تقعد تحكوها. قولوا اليوم ما كنتم مناح، مثل ما نحن طلعنا ان اندعسنا وانتم اليوم نفس الشيء، كمان عدى اللي طار عليكم دعسكم، يعني هي طبيعيه. بس بصراحه برافو لايريك غارسيا، لانه اليوم كان عامل لك اداء التشاوميني، يعني ممكن في احنا عندنا عله تشاوميني بحط اهداف بحاله بياخذ ضغط حمراء وبنطرد هيك شغلات، اليوم كان ايريك غارسيا مصمم انه يكون مثل تشاوميني، ما شاء الله عليه، هدف عكسي حطه كان هو ولا الحارس ما بيهم، واخذ لك بطاقه حمراء وانطرد منها، واداء سيء، ضياع خط الدفاع ما شاء الله مفتوح، لا بالدي لا غارسيا لا كوندي، ما في حدا، يعني اي طالب بتروح يمين يسار من القلب كله بيعدي وكله بيروح يعني. الله أكبر عليك يا أبو قاسم على شغلك، الله أكبر عليك. وانا بصراحه كريالي كنت حابب انه اليوم الاثنين يخسر ويلعب النهائي بين سوسيداد واتلتيكو بالباو، بس يلا خليه اتلتيكو يلتهي لحاله ببطوله احسن ما يقعد يوجع راسنا بالدوري، يقول لك انه يعمل عليهم ريمونتادا فرق 12 نقطه، بس ما بتعرف سيميوني مجنون احيانا بساويها، يعني حدد مين ياخذ اللقب على الاقل، فوز على فريق وبنسى اللعب مع فريق ثاني، والله اعلم نحن شو حيصير معنا بالدوري، يعني خلينا مشاكلنا. اما على الاياب فاذا كان حيرجع برشلونه بالاياب ويطلع النهائي فهي حتكون معجزه بصراحه، معجزه بكل المقاييس، ويعني احتمال 1% انه يتاهل برشلونه بعد هالاداء اللي قدمه. الاياب ما حيكون بعد وقت طويل، بعد الاسبوع الجاي او هيك شيء، فراح يكون جاهز اتلتيكو مدريد لبرشلونه، فاضيله متفضيله، راح يحاول انه يعمل كل اللي عليه حتى يطلع النهائي ويأمن بطوله على الاقل حتى يلعب بالسوبر الاسباني الموسم الجاي، وحتى يضمن انه يطلع على النهائي. سيميوني بهمه كثير انه يحقق فوز كبير على برشلونه حتى بالاياب، بعتقد راح يستنى خطه الصياد انه يقعد كيف يصطاد الهجمات المرتده، حتلاقي سولوس موجود الفايكنج لحتى ياخذ اي طابه عاليه يحطها في الجول ويعمل احلى مباراه على برشلونه. هون كانت نهايه الحلقه، لا تنسوا اذا عجبكم الفيديو لهون تحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل الفيديوهات اول باول. حظ اوفر برشلونه.